يعني مفيش اي مدينه ساحليه خلقها ربنا هتكون موجوده، لا ساحل طيب ولا ساحل شرير ولا شرم ولا اسكندريه ولا حتى مطروح. يا لهوي على سنين السودا. بص بقى يا زو، لما الموضوع يخش في ثاني اكسيد الكربون يبقى كده عامل زي الشيطان اللي بيوسوس لك من الشمال والملاك اللي بيوسوس لك من اليمين. ماشي؟ انت بتضحك عليا. قبل ما نبدا اي حاجه عايزك تعرف ان نسبه ثاني اكسيد الكربون حوالي 4% من المية. تعال لي بقى افهمك هو ليه حلو ووحش في نفس الوقت. من ناحيه كل النباتات اللي عينك شايفاها بتحتاجه عشان تعمل عمليه البناء الضوئي، اللي هو بالبلدي بتاخد ثاني اكسيد الكربون تاكله وتطلع لنا اكسجين. بس الاكسجين دوت اللي انا وانت وهما والناس كلها تتنفسه. وخد عندك برضو اي مشروب غازي زي بيبس، كولا، ان شاء الله حتى فانتا، وكلهم بيبقى فيهم الغاز دوت عشان يخليك تسمع الفس لما تيجي تفتح اي ازازه حاجه ساقعه. عايز كوكاكولا. غير كده اغلب الشركات بتستخدمه تحت مسمى مواد حافظه. يعني ايه بقى مواد حافظه؟ هفهمك. يعني بيجيبوا الاكل ويحطوا فيه مواد معينه واللي من ضمنها ثاني اكسيد الكربون، ودوت وظيفته الاساسيه ان هو ياخر تحلل الاكل، فبالتالي الاكل يقعد فتره اطول حتى لو بره ثلاجه، وتقدر تشتريه من اي حته ويقعد عادي خالص ما فيهوش مشاكل لمده شهر 2 3 ويمكن سنين كمان. هتيجي تقول لي طب ما الدنيا زي الفل اهي، امال في ايه بقى؟ شكلك غلبان يا ذوق. ما سمعتش عن حاجه اسمها كلايمت تشينج، جلوبال وورمنج؟ ده انجليزي دي يا مرسي. دلوقتي ثاني اكسيد الكربون بيتسمى غاز من الغازات الدفيئه، دفيئه جدا كمان. هتقولي دفيئه يعني بيدفينا في الشتاء؟ يا لهوي. بص هو مش بالظبط، هو الفكره ان هو بيحتفظ بالحراره. معناه ايه بقى الكلام دوت؟ يعني كل حراره الشمس اللي جايه لنا من الفضاء بتخش الارض، والغاز دوت هو المسؤول ان هو بيحبسها جوه الارض، جوه الغلاف الجوي. عشان كده غالبا بنعيش في درجه حراره معتدله. شكلك فاهم يا نصة. فاكر بقى نسبه الغاز اللي انا قلت لك عليها اللي هي 4% من المية؟ تعالى بقى نعليها نخليها ل 1%. هتيجي تقول لي 1%؟ طب وجاي على نفسك ليه؟ بنفس الصباع بنفس الصباع. اهو النسبه اللي انت مستقل بيها ديت هي 25 ضعف النسبه اللي موجوده دلوقتي، واللي احتمال كبير نوصل لها في خلال ال 100 سنه اللي جايين بسبب الطريقه اللي العالم ماشي بيها دلوقتي. وماسك البترول مش عاتقه، عمال يحرق فيه عمال على بطال. هات بقى فوائده واضربها في 25 ضعف، تفتكر كده لسه فوائد؟ يعني من الاخر هتبقى ماشي في الشارع نص سوا بسبب درجه الحراره العاليه اللي الغاز عمال يحبسها في الارض. ده اصلا لو لقيت الشارع اللي هتمشي فيه، لانك لو ساكن في اي مدينه ساحليه مش هتلاقي الشارع دوت لانه هيبقى غرقان. هتقول لي ليه؟ هقول لك عشان الحراره هتعلى، فبالتالي الجليد اللي في القطب الشمالي والجنوبي هيسيح. اول ما يسيح قابل يا معلم المحيطات والبحار والانهار كل دوت منسوبه هيعلى. يعني مفيش اي مدينه ساحليه خلقها ربنا هتكون موجوده، لا ساحل طيب ولا ساحل شرير ولا شرم ولا اسكندريه ولا حتى مطروح. وغير كده بقى يا معلم قابل تسونامي، قابل اعاصير، قابل جفاف انهار، ليله زرقاء. يا لهوي على سنين السودا. وكل ده بسبب سخونه الجو. ولو بعد كل دوت ما متناش، نسبه ثاني اكسيد الكربون اللي في الجو هتزيد، وهتزيد كمان نسبته في الدم، ودوت هيموتنا اكيد. ليه ما تضربنا بالنار وخلاص؟ هتيجي تقولي طب والحل ايه؟ بكل بساطه بدل ما احنا داخلين عمالين نحرق في البترول على الفاضي وعلى المليان، نخف منه ونشوف مصادر تانية نعتمد عليها ما تكونش بتضر البيئه. وده عموما التوجه العام بتاع العالم عشان خاطر يخف الاستخدام بتاع الوقود الاحفوري اللي هو البترول والغاز طبعا. زي ما الاتحاد الاوروبي اعلن ان في 2035 هيتم الغاء استخدام العربية البنزين بشكل قطعي. اما في مصر الدولة بدأت تنشئ محطات طاقة متجددة عشان تقلل الاعتماد على البترول والغاز. ومن امثلة المحطات اللي الدولة انشأتها عشان تنتج طاقة نظيفة محطات الرياح في الزعفرانة وفي كفر الزيات، ومحطة الطاقة الشمسية بأسوان، ده غير طبعا السد العالي. وغير كده مصر هي اللي نظمت مؤتمر المناخ سنة 2022 اللي حضر فيه رؤساء من أكتر من 120 دولة حوالين العالم. احنا جامدين قوي. ما تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب لو الحلقة عجبتك، واكتب لي عايز تعرف مواضيع ايه أكتر في المستقبل. سلام يا ذوق.